فحضرتك عمر ما يكون تكريمك لاهلك انك تطلعي تمسحب بيهم بلاط مصر كلها والدول العربيه من شتيمه كل الناس اللي تشوفك. من رجاله الازهر وبنات الازهر لما يحبوا يحتفلوا بحفلات التخرج بيبقوا عاملين ازاي. وعايز افاجئك ان فيديوهات الرقص اللي بتحصل في الحفلات دي لو بحثتوا عليها في مواقع البورن هتلاقوها موجوده. للاسف الشديد كل الفيديوهات دلوقتي بتتباع على السوشيال ميديا. ده في كوارث انتوا مش واخدين بالكم منها. مش واخدين بالكم ان الرقصات والحاجات دي كلها بقت مصدر اكل عيش ناس ضعيفه جدا في المجتمع، بياخدوها ويروحوا حاطينها على موقع عشان الفيو ده يجيب له فلوس. تخيل حضرتك داخل تطلب من واحده على الواتساب بتقول لها لو سمحتي ممكن ترقصي لي في فيديو تبعتيه. رد فعل البنت الطبيعي طبعا لانها عندها كرامه وعندها شجاعه، واحده اتربت على الاخلاق وعارفه ان الرقص ده ما ينفعش يحصل غير لجوزها او في قعده بنات برايفت في البيت في حنه ولا بتاع، فطبعا هتمسح بكرامتك الارض وهتروح تشتكيه في مباحث الانترنت وتجرسك في الجامعه وتبعت سكرينات من الرساله دي لكل مشاهير السوشيال ميديا علشان تجرسك، وكل الناس هتتعاطف معاها لانها عندها حق. انت عيل بجح. طب تخيل البنت دي بتروح ترقص في جروب الدفعه في حفله التخرج لكل الدفعه، مش بس كده بترقص لمصر كلها. فيديوهاتها بتجيب ملايين المشاهدات. الوطن العربي بيتفرج، كل الناس بتتفرج بتمعن وبتعيد الفيديو مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. ليه؟ عشان هي فرحانه. مش بس كده، ده حضرتك هي بتهتم بكل تفاصيل لبسها في اليوم ده عشان تبين مفاتنها مظبوط. تلاقيها لابسه الفستان البوش مظبوطه قوي، البطن فلات جدا، لابسه مشد من تحت عشان تخلي الدنيا مظبوطه، الفستان مشدود من تحت او البنطلون مشدود من تحت علشان الكيرف بتاع الهبس يكون باين، وما كانش باين هتروح برضه تضايق الفستان تاني عشان خاطر تبان بالمظهر المظبوط وقت حفله التخرج اللي بقت موجوده دلوقتي وكان اسمها زمان سوق الجواري. سوق الجواري ده كان البنات بيلبسوا فيه قوي علشان يظهروا قدام الناس اللي هيشتروهم، فبالتالي يجيبوا اعلى سعر. السعر دلوقتي مش فلوس، يمكن ترند، يمكن شهرة، يمكن فيوهات، يمكن تجيب عرسان. المهم ان في دلوقتي برضو دافع للكلام ده كله، ان مفيش بنت ممكن تكون خارجه من بيت فيه راجل تعمل كده. اللي بتصون اهلها وبتصون نفسها وبتحافظ على كرامتها عمرها ما هتخلي الرقص حاجة عادية لكل الناس. عمرها ما هتبين كل مفاتن جسمها في يوم واحد تحت بند ان انا فرحانة. الفرح ده معناه ان انا ببقى مبسوطة بالشهادة اللي هاخدها عشان ابدأ حياتي المهنية، ان انا اخد صور تذكارية مع الناس اللي بحبهم والناس اللي بيحبوني، مش ان انا افضل ارقص واهز علشان خاطر كل الناس تشوفني عادي. لا لا لا. لما بتوع الازهر قدامكم يا جماعة، بتوع الازهر دول ناس بيتخرجوا من سنين السنين وعمرنا ما سمعنا ان في بنت رقصت في حفله تخرج الازهر. ناس بيغنوا بشياكه، ناس بيفرحوا بشياكه، ناس كلهم دكاتره وكلهم اصحاب علم وكلهم اصحاب مكانه محترمه جدا، بيقدروا ان هم يعبروا عن فرحتهم بشكل منظم ومهندل يدل على كفاءه التعليم والتربيه اللي هم تربوها في مؤسسة محترمة زي مؤسسة الازهر. لما تبقى كل هدفك في حفلة التخرج انك تطلعي ترقصي، مش تاخدي الشهادة، انك تطلعي ترقصي، يبقى انت طالعة تقل من ابوكي ومن اهلك ومن امك اللي مالهمش ذنب ويمكن يكونوا اكتر ناس في الدنيا ضحوا عشان حضرتك تاخدي الشهادة دي. ابوكي ياما عدت عليه ايام ما معهوش فلوس يجيب لبس لنفسه بالسنين. حضرتك كنت بتطلبي كل شهر يجيلك طقم كان بيجيلك. ابوكي كان بيستخسر في نفسه وكان بيتداين ويستلف ويعمل جمعيات ويمكن يمضي على نفسه شيكات علشان خاطر مصاريف الجامعه والمصاريف اليوميه وعشان خاطر اللبس وعشان خاطر المذكرات وعشان خاطر الكورسات وعشان خاطر حاجات كتيره جدا. فحضرتك عمر ما يكون تكريمك لاهلك انك تطلعي تمسحب بيهم بلاط مصر كلها والدول العربيه من شتيمه كل الناس اللي تشوفك. حضرتك تكريمك لاهلك ده بيكون انك تبوسي ايده قدام كل الناس، انك تنسبي الفضل بعد ربنا لان الناس دي هي اللي صرفت عليكي ووقفت جنبك علشان تكوني في اليوم ده موجوده باللبس الجميل ده اللي ما تعرفيش هم تعبوا ازاي عشان يجيبوه عشان تقفي الوقفه دي وتتبسطي. مش بانك ترقصي وتهزي وتتفخري بجسمك وتبيني كل مفاتن جسمك وتقول اصل هو يوم وخلاص. يوم وخلاص. اليوم وخلاص ده هيفضل معلم في حياتك وله اثر سلبي في حياتك، يمكن يكون سبب كوارث هتحصل لك في المستقبل.
اليوم ده ولادك هيشوفوه، وولاد ولادك هيشوفوه، وجوزك اللي انت بتحبيه يمكن لو شافه دلوقتي وهو كان مقرر يخطبك بعدها ما يخطبكيش. عشان كده لو في حاجه تتعلميها كواحده هتتخرج السنه الجايه، لازم ما ترقصيش. لازم تعرفي ان السوشيال ميديا ما بتنساش. لازم تعرفي ان الفيديوهات اللي بتتسجل بتفضل موجوده على موبايلات الناس وبتتداول على التليجرام والواتساب. وعايز افاجئك ان فيديوهات الرقص اللي بتحصل في الحفلات دي لو بحثتوا عليها في مواقع البورن هتلاقوها موجوده. للاسف الشديد كل الفيديوهات دلوقتي بتتباع على السوشيال ميديا. ده في كوارث انتوا مش واخدين بالكم منها. مش واخدين بالكم ان الرقصات والحاجات دي كلها بقت مصدر اكل عيش ناس ضعيفه جدا في المجتمع، بياخدوها ويروحوا حاطينها على موقع عشان الفيو ده يجيب له فلوس، يحطها على موقع اباحي علشان خاطر الفيو ده يجيب له كذا. انتوا يا جماعه بتشردوا نفسكم وتدمروا حياتكم كبنات. البنت لا تملك في حياتها غير احترامها وشرفها وسمعتها. الحاجات دي كلها غير قابله لان يوم يبوظ ده. يعني مش يوم ما تحتفلي، اتبسطي بس باحترام، باصول، بادب. علموا من رجاله الازهر وبنات الازهر لما يحبوا يحتفلوا بحفلات التخرج بيبقوا عاملين ازاي، بيبقى نظامهم وادابهم واحترامهم لنفسهم، وحتى فصل البنات عن الولاد عامل ازاي. بص بقى للحفلات التانية على البحر، بنات مع اولاد، واحد ما يعرفش واحده ممكن يبقى بيرقص معاها عادي، كلهم مندمجين مع بعض جدا وكلهم سايحين في وسط بعض عادي خالص، وكأن المشهد ده هم متعودين عليه. الكلام ده مش موجود. الكلام ده قسما بالله كل واحده بتعمل كده تاني يوم على طول بتلاقيها بتدفع الثمن، وتلاقي الناس بتنهش في لحمها وبتسب لابوها وبتسب لامها. عيب. حافظوا على اهاليكم وحافظوا على نفسكم. السلام عليكم.